بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هسه وصلت إلى مكان الحادث ولله الحمد، وأبشركم يا إخوان هاي بلكي أضوية دا تشوفون وضعوا سلم هنا، وضعوا سلم وقاعد ينزلون بالناس منا، يعني أبشركم إن شاء الله هاي بشرة خير إن شاء الله، لا تقلقون إن شاء الله. دا تشوفون الفرق. يا ولد ضوينا الله يخليك. دا تشوفون بس سولف لي، تعال على كيفك على كيفك. انا اللي قالوا لي اللي بس على كيفك على كيفك يا ولد. ما يجيبون طابور، يعني هسه هذول على سكل بس على كيفك بدنا ننقل الناس. بس الشباب نزلت العوائل محصوره فوق هذيك قاعده. ها بس الشباب طف. وهاي السكله وهاي السكله على كيفك. هاي السكله شنو؟ انت جاي تسجل الواقع. لا هاي السكله مال نبخ استاذنا العزيز. من اللي صعدها؟ قديم اخوي، هاي يدخلون المطعم. احنا نديرهم ولا تبطل. الو زين. الو. يعني هسه بحسب ما عرفت من الولد هنا، هذا الولد خطيه عنده احد فوق، العوائل لا زالت بعضها محصوره، اكو سكله قديمه مال بنايه يمكن قاعد يضوون عليها وقاعد ينزلون من السكله، بس الشباب قدروا، بس بقت الاهالي يشوفون النيران بعدها. نتمنى من كل انسان مخلص يشوف يساعدنا بقدر الامكان هاي عوائلنا تشوف خطيه ذاك. يا نسال الله سبحانه وتعالى بحق الزهراء وذول الدفاع المدني. طبعا هاي سكله هسه الولد، يعني هنا موجودين نساء واطفال لا زالوا جوا. حبال انقاذ مربوطين وبدأوا ينزلون بهم. حبال انقاذ انقاذ مربوطه بحبل، يعني ينزلون الناس بحبال استاذ محمد؟ لا هم لابسين حبال دا يصعدون. عين سيدنا حبيبي. يعني فرق الاطفاء هسه بدات تصعد على السكله قديمه هي موجوده اصلا على البنايه، وذول الفرق موجودين خطيه هم صاعدين يعني على حبال، وعوائلنا لا زالت محصوره. يمكن لو تشوفون الاضويه اللي غادي موجوده، العوائل هناك اذا تشعل وانت تستنجد. يا زهراء ان شاء الله بحق الحسين، بحق امير المؤمنين، اخوان دعاءكم لهالعوائل خطيه. يعني دعانا العائله الحاج وائل موجوده خطيه كلها غادي، هو واسرته وهوايه من العوائل موجوده غادي. نسال الله سبحانه وتعالى. ولد يشتغل يقول بالطابق الثاني موجودين محبوسين ما يقدرون يطلعون. بالطابق الثاني ما يقدرون حتى يصعدون فوق. الطابق الثاني الثالث ظلوا محبوسين جوا ما يقدرون بسبب النيران. والقدرة تصعد فوق السطح قدروا. يعني هسه من روايه هنا عندنا اكو ناس لا زالت محصوره بالطابق الاخير وما قدرت تصعد على السطح. خلينا نروح اللي غادي، ما اعرف شلون بس. لا صار شيء حق. لا حق يعني الصوره انا ما ادري، اجيت هسه اجيت وقالوا لي نصبوا وسلم، وعلى اساسه فرحت الناس لان الناس. انت من عندك هنا؟ انا من عمي هنا موجود. الشغل عامل؟ لا اخوي هيك زائر؟ لا هو زوجته هنا قاعدين. يعني هسه احد الاخوان هنا. من عندك خويا دون زحمه عليك؟ والله اخوي انا ابن عمي. ابن عمك هنا هو؟ والله ابن عمي. والله يا اختلاف انا اختلاف عندي صار. هسه انت تقدر تتواصل وياه اذا عندك تليفون؟ حتى موبايل طفى. موبايلهم؟ اي موبايلات ليش طفت الموبايلات؟ ما يجاوب يعني اختلاق صار عنده. اختلاق ما اعرف بعد يوم الله بخير. نشوف هاي الناس. انا ما اشوف. تعال زيوني وياي هسه نقدر نفوت منه. يلا يعني خلينا نروح ونشوف. ما ادري يمكن الاجواء كلها متوتره وصعب نسال واحد. يا عمو عشت ايدك، صعب نسال واحد وصعب يعني ما دير بالك. انا ما بيصير هاي طبعا يعني فرق الاطفاء يعني الله يجازيهم، يعني اللي قاعد يسووا فوق طاقتهم. هاي الفرق الاطفاء قاعد تشتغل، هاي الناس جزاها الله الف خير، بين قوات امنيه بين، يعني اسال الله ان يبارك. خلونا نروح اللي غادي شوي على السريع. بس افوت منه رايح منه. يعني هاي الفرق الدفاع المدني اللي تشوفوهم ذول الشجع. بعد النيران موجوده بالطابق الثالث، وهاي خطيه فرق الاطفاء. وعندنا الناس ادعوا للناس الله ينجيهم بحق الزهراء، ادعوا لهم الله يخليكم.
قلوبنا معك حجي وائل، قلوبنا معك حجي وائل وياي اسرتك، يعني والله العظيم كلها متعاطفه وياك، كلها متعاطفه. شوفوا يعني الناس كلها هنا جايه. خلينا نصعد هنا. هاي فرق الاطفاء وهاي الرافعات يحاولون. نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا انا قبل شويه كنت مصور لكم خلف المول اكو هناك سكله قديمه بدأوا بعض الشباب النزول منها، بس النيران هنا يعني حرارتها جدا، انا هسه هاي المسافه عاليه جدا. الطابق الثالث لا زال يعني بنيران، وهذه الرافعات نشوفها تحاول توصل للطابق الثالث ما اعرف، وهاي فرق الاطفاء. رابع طبعا هاي لا زال ماي قاعد يذبون ماي باو او الرغوه، بس شو تفيد يعني. زين لا تروح. علي وياك علي. طبعا هنا ذي يضخون كميه كلش قويه، يعني اسال الله ان يحفظهم هاي فرق الدفاع. اهم شيء عندنا الطابق الثالث خوفا ان يوصل للطابق اللي فوق، نتمنى ما يوصل للسطح. يقال بان هذه الاماكن يعني تتواجد بها يعني مال عطور، ما هي اللي زيدت شوف الناس جدا متفاعله ويا اخوان. دعاكم اخوان، ادعوا الله سبحانه وتعالى اللي يقدر يصلي هسه ركعتين لوجه الله لإنقاذ هاي العوائل الخطيه. قلوبنا معكم، اسال الله بحق الزهراء ان يحفظكم. عوائل مفجوعه بصراحه، والله الالم اللي دا اشوفه بالناس يعني خطيه، روسهم ما نزلت من فوق تتحمل الدخان والنار. يا صاحب الزمان، يا امير المؤمنين، يا ابو الفضل، ما اقدر بصراحه، ما اقدر اتخيل، ما اقدر اتخيل. ما اقدر اتخيل المنظر شلون الناس فوق يعني. هاي فرق الدفاع المدني وهاي الفرق كلها تتواجد يعني، وهاي الناس كلها، هاي الناس اللي تشوفوها، هاي الناس يعني هذا دا يطفون بالنار، ما ادري هو يصير زوم لو اي والله يصير. دا تشوفون طابق عندنا هو الرابع لو الثالث هذا الاخير؟ هذا الرابع. دا يحاولون يطفون يعني كمية النار الاكبر بها. دولاك وين شنو دولاك عمو؟ دولاك عانى. دولاك عانى. زوم اي حبيبي قاعد ازوم. اخوان اللي يشوف البث الله يخليكم ادعوا لها الناس الفوق، رجاء ادعوا لهم الله يخليكم. يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، اهم شيء طفي الجو. سالمين نطفي الجو اهم. تعال زين، تعال زين ليك، تعال سوي، تعال سوي ريك، تعال زين من ايدي راحت. زين اللي زمن ما بين شيء. لا تخلي ايدك على الشاشه، ولا تخلي ايدك على الشاشه. بردا وسلامة. حلو يا بطل.
كلماتكم الرجال الاطفال شويه يشجعون الله يخليك. يلا يا وليد الله يبارك فيك. صلوا على محمد الله يخليك. انزعاج اللهم صل على محمد وآل محمد. وين انا جيت باب الخلف. شوف هاي الرغوه اللي انا وايد انه ليش اسمها اذا رغوه قاعد يلا رحمة الوالدة كذولي. يلا شباب الفيديو جوا وليد. على الوقت بطل بطل بطل. عندك البث تعبان ترى النت ضعيف. هسه شنو هو؟ يلا يلا يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين. علي وياك علي وياك ونزلوا جوا رحمة الوالدة كم يا وليد. علي وياك. لا وين عمو ما قلبي يعني يا وليد يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين. يا الهي انقذهم يا الهي يا الهي انقذهم يا الهي. يقال حسب الروايات هسه اللي اسمع 20 طفل فوق 20 مرة. يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين. هذه الرافعه هم ساعدوها ان شاء الله يجلبون بها الشباب بلكي يجلبون بها الشباب. يا صاحب الزمان يا امير المؤمنين. زيوني ايدي ايه ما بي شحن. اخوان اذا تسمعون صوتي قولوا لي اكو بث لو لا اني ما دا اشوفه. اذا اكو بث كتبوا لي اكو بث. اذا اكو بث كتبوا اكو بث. يابا شوي يا عمو شوي ارجع لك الله يخليك. هجت ابو قاعد بيتنا يا امير المؤمنين يا صاحب الزمان. هاي من عمانية جابوا 40 متر. يا هي هاي الرافعه اهلية هاي. طبعا يعني جهود الناس يعني مشكوره. هسه حسب ما وردتني من المعلومه ما متاكد من عدها من احد الموجودين بين هاي الرافعه ايش قد طولها عمو؟ 40 متر. 40 متر. هاي اهليه هاي. نتمنى من كل اصحاب الرافعات العاليه الله يخليكم اذا تقدرون ساعدونا الله يخليكم الله يخليكم. تعالوا الله يخليكم. يا امير المؤمنين. ها وانا تو منهم اخوان نزلوا؟ ايه اخوان نزلوا. ايش قد نزلوا عمو؟ شفتهم انت؟ انت شفتهم بعينك عمو؟ ايه والله اثنين اطفال اخوان نتشاور. حجي هسه واحد كان فوق ونزل يقول البزه ويا اللاب دي بين 20 طفل و20 مره. هواي حجي البزه ويا. ايه هسه واحد كان فوق. اطفال اثنين اخوان نزلوهم اثنين نزلوهم بالقاع من فوق جايبهم. نعم نعم خلينا هنا نشوف. انا عبالي يقول لي نتلوهم بالصدق. اسمع اسمع يقول نزلوهم والله نتلوهم. يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين. اللهم بحق الزهراء اللهم بحق الامام الحسين اللهم بحق الحسين. الناس عندهم رافعات يدرون.
ناس اليات يعني رافعات مال يا اللي يشوفني اللي عنده رافعه عاليه الله يخليكم تعالوا، حتى لو يجوز باي لحظه نحتاجكم. اللي عنده رافع الخاطر هاي جال ينتظرون على صفحه ويتواصلون مع الجهات الامنيه رجاء، واي واحد عنده فكره يقدر يساعدنا بها. شلون هذا بالرافعه؟ هذا بالرافعه حسب ما قالوا لي جاي من النعمانيه. نعم. اخذته الفزعه والغيره والخوه والدين اجى من النعمانيه. والله يقول لو تحترق سيارتي على مود هاي الاطفال. الله. هذا المصابين حسين قدر. يعني هسه حسب ما نشوف كانت نيران كلش قويه موجوده بالطابق الرابع، شويه خفت. نعم. شويه خفت ولله الحمد. عندنا نيران خفيفه هنا، انا ما اقدر افوت من هناك خاطر اشوف شنو التفاصيل، بس اكو نيران خفيفه. بس عندنا يمشي الطابق الرابع، اذا خاف بالتالي ما راح يوصل للسطح اللي بيه الناس المحاصره. نحاول نطفي اللي جوه يعني. هسه هاي روايات احنا نقول خلينا نشوف يعني. بلقت الله بلقت الله. شوفوا خطيه فرق الدفاع المدني، يعني جهودهم مشكوره، واسال الله ان يحفظهم ويحفظ عوائلهم. والله قبل شويه يسولفوا لي اكو بعض الاخوان بالدفاع المدني شيء توهيد. شوفوا هاي الرغوه، طبعا اكو بعض الاشخاص قالوا لي لا ماي، لا رغوه قاعد يذبون، وهاي لا زالت هسه قاعد يملون بيها السياره. وهاي هذا طبعا تم انقاذه هسه تم انقاذه بس وخلا تصير عليه هسه تمام. الله يبارك لك. شوفوا هذا البطل هذا طبعا قبل شويه يمكن انقطع البث، تم انقاذ احد الشباب، يعني هذول الابطال بالدفاع المدني، بس ايديه خطيه محترقه. يعني هذا البطل بالدفاع المدني شايله شيل وركضوا بيه ركض. راح نبقى ان شاء الله وننتظر، وباقين انا اعتذر البث ينقطع مو من يمي يعني من المصدر ما اعرف. يعني شوف هاي اللهفه والغيره العراقيه ذولا شبابنا، وكانما يعني فد وجع عندهم. نسال الله سبحانه وتعالى ما يخلون، اما هذول البيت ما يدخلون، اهل البيت ما يدخلون. عم لو يخلونا هسه والله نشي. عمي هذول الشباب كلها تسمعون؟ كلها شباب. هسه لو يخلونا بشيء. هاي الغيره والله العظيم هي نفس الغيره اللي موجوده عند ذول اهل الدفاع المدني. والله صح. بس هاي الشرطه ما تعطينا مجال قاعد. نتمنى من اصحاب الكرينات، مو هذا شو يسموها الرافعات الاهليه. نار ودخان وين الصوت؟ والله حنجي حرقه. حرقان على راسي والله على راسي واكلكم قلبك عمي. ان شاء الله الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، عند البركه ورحم الله والديك. الله يبارك لك. وهذا هذا وصلت بالباب بس حركت واحد هذيك بالحال. انت كنت موجود جوا، هم تم انقاذ ناس اخويا دون زحمه عليك غير هذا؟ اي نقله واثنين. يا الله ان شاء الله بشاره خير. نشوف ذول الولد، ذول اهل الدفاع المدني. شوفوا دا تشوفون هذول الابطال. باو هذا وين صعد؟ باو تفضل. ليه صعد اللي وين الرافع؟ هذا صعد لهم هذا البطل. عمي حيوه حيوه يا ولد، حيوا هذا الولد الصعد. الله يخليكم شجعوهم ويرادوا لهم كلمات تشجيع. الله يوفقكم، الله يبارك لك، الله يحفظك ان شاء الله. هسه جيد من فوق النوم. يا امير المؤمنين حتى لو صعد الشجعه تشوفون هذا؟ عدد على هاي التعليقات، بس على هاي طالعت لك قدام. اي على هاي. اعرف يا هاي جاي حاط. يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، اللهم هذا الولد يحميه ان شاء الله. هذا الولد الصعد بالرافعه. 4 فوق؟ اي 4. ما اشوفهم. 4 موجودين 4 بالرافعه. طبعا هذا الولد راح لهم، راح لهم هذا الولد. يا ولد هذا اللي هسه تم انقاذه. طبعا قبل شويه تمكنت فرق الاطفاء من اخراج عمو تنزح عليك، من اخراج شاب من جويديه محروقه. بلشوا عادوا يعني. هسه هاي الرافعه اللي موديها هاي اللي تشوفوها كل شويه يملوها بالماء، وماي الرغوه
ويضخون الماء لغرض الاطفاء. جينا صحيح هي منا طفت بس بالاخير مشتعله. اي صح جو والله الجو مشتعله بس هي صارت طفت بس المقدمه. قواعد التواليت خالتي يقولون. هسه من هناك ما تبين النار عمو. لا من هناك جاي ينزلون جاي ينزلون من هناك اللي ادري هسه اكو سكله قديمه بالعماره جاي ينزلون بعض الشباب. صعوبه من هناك يعني بالساعه ينزلون واحد. المهم ينقذوا لهم انسان حتى لو كان. طبعا البنايه من الخلف اكو سكله هي مالت العماره دا يشتغلون، فقدروا الدفاع المدني ابطال الدفاع المدني يستغلوها وينزلون بعض الشباب القادرين. يمكن هساني يمكن هاي حافه لو تشوفوها هاي الحافه شباب هم جاي ينزلون شباب وشباب قاعد ينزلون وشباب يساعدوهم طبعا ولد الدفاع المدني. وهذه احنا هسه قاعد الولد لا زال ولد الدفاع المدني. هذا الدفاع المدني اللي تشوفوهم دي يطفون بالطابق الرابع وهو الاهم، وانا اعتقد طفى بنسبه كبيره يعني كان هذا هو هذا خوفا هذا الولد نزل الله يبارك له. ايش قد مسافتها هذه؟ 40 متر هذا الشاب الا صور اروح يمه. اريد اصور هذا الشاب. شوفوا هذا البطل اللي بالدفاع المدني الا صوره وتشوفوه. شوفوا هذا البطل صعد 40 متر هذا البطل. هذا تشوفونه؟ هذا يستحق كل تقدير. تشوفون هذا البطل؟ تشوفوا له لا هذا ضحى بحياته. هاي الغيرة صعد 40 متر على الرافعة وراحت جماعته. هذا دا يبكي الرجل. عمي ادعي لهم عمي ادعي لهم. شوف الرافعة هذه اخوان اهل الرافعات بكل المحافظة الله يخليكم اخوانكم بشدة ذول اخوانكم واهلكم. تعالوا لنا فزعوا لنا اهل الرافعات فزعوا لنا وتعالوا واتصلوا بالقوات الامنية. يجوز نحتاجكم. هاي الدفاع المدني اللي تشوفون صعدوا للطابق الرابع اللي هو السطح ولله الحمد. قاعد يطفون النيران اللي موجودة بالسطح وموجودين الناس. ذول الابطال هسه كفينا من الطابق الرابع وصعدوا للطابق. خلينا نرجع لي ورا ما اشوف. طبعا بصراحه اني وضعي الصحي مو تمام. رجع البث هسه اخوان لا حد يتصل علي الله يخليكم لين ينقطع البث. طبعا صعدوا للسطح الابطال دول. شوفوا عندهم درج هناك صعدوا الدرج. ودرج وين الدرج؟ ذاك الدرج بالي ذاك الاحمر صعدوا للعوائل المحصوره فوق ذاك الدرج. شو ما يكبر هو سيكبر كم. طبعا هنا اكو درج انا دا اشوفه يمكن الكاميرا ما تقدر تقربه. اكو درج صعدوه راح يودوها للعوائل. جهود مشكوره والله لهالناس الخير. هاي العوائل. طبعا شفتوا تم انقاذ شخص هسه. طبعا هسه قبل شويه هم تم انقاذ شخص وتم حمله من قبل فرق الدفاع المدني والقوات الامنيه والناس الله يبارك لهم. اني ما اقدر. اخوان دعائكم للناس. طبعا هنا يشوفون فرق الدفاع الثاني كان اكو يكبر. ليش هسه ما يكبر؟ كان ياخذ زوم. شوفوا ذاك صعد الدرج. هناك لو تشوفون بالاحمر هذا الثاني شفتوه يمكن. هذا الثاني الثالث تم انقاذه نطلعوه. طبعا الابطال دا يطبون جو فرق الدفاع المدني ولابسين وطبوا جوا ونقذوهم. ما اعرف اكو بث. ما اعرف اكو بث لو لا اخوان قولوا لي. دير بالك عيني هيك يصير قدامي ويحميني لان انا ما اشوف شوي. اخواني اذا اكو بث قولوا لي الله يخليكم.
اذا اكو بث اعطوني خبر، قولوا لي اكو بث. الله يخليكم لي، انا كل شيء ما اشوف. عوض قل له منا ايه يا الله منا ايه. ذاك شخص سعد غادي له. تعال الولد تعال والله العظيم ابطال بكل معنى الكلمه اهل الدفاع المدني. والله العظيم الغيره اللي شفتها عند الدفاع المدني هسه دون مجامله، وعد الشرطه وعد الناس، يعني اعجز عن وصفها. الكل تريد الطب جوه. يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، هسه قبل شويه تم انقاذ، اللي ما عرفته، من انقاذ 3 اشخاص من قبل فرق الاطفاء المدني. دا تشوفون كميه الماء اللي تتضخ، وتشوفون الكميه اللي ساقطه بالارض، ولا زال العمل مستمر. اكو رافعه غادي هسه صعدوها، وسكله راح من السكله ينزلون ناس. طبعا هناك خلف المول يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، يا صاحب الزمان، يا بخت الحسين، انقذ الناس اللي جوا يا الهي، ارحمهم برحمتك، رجعهم لعوائلهم سالمين. يا امير المؤمنين، يا احمي قوة الدفاع المدني ذول الابطال. يعني هذه الساعة مشهد يعني بصراحة دمعني، يعني صعد 40 متر او اكثر خطية هذا ولد بالدفاع المدني، شفتوه انتم. استاذ هادي الله يساعدك. استاذ هادي مدير المجاري موجود، سيد منير وياك. وعليكم السلام. طبعا فرق همين الاخوة بالمجاري واسط هم اجوا، كل الفرق اجوا هسه. يا امير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، اخوان ادعوا لهم، الله يخليكم ادعوا لهم، ادعوا لهم. دكتور محمد شيء بسيط، الله اللي يدري هسه بقلبي ايش بيه، الله اللي يدري. دعواتكم. يا امير المؤمنين، تقريبا طفت 3 أو 4 طوابق، طفت، بقت نار بسيطة تقريبا، طفت. ابشركم طفت النيران جوا تقريبا، ولا زالت فرق الدفاع المدني مستمرة، لا زالوا مستمرين. يا امير المؤمنين، بدنا نشوف الرافعة غادي، بدوا اكو رافعة وسكلة وراح يوصلوها للناس، يحاولون ينقذوهم من هناك. طبعا الاجواء كلش محتدمة بسبب الالم وبسبب نشوف كلها شد عندنا يعني. الحمد لله، بشركم ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. بقت نيران بسيطة جوا، وانا على يقين فرق الاطفاء هسه جوا، هي انا ما اقدر افوت جوا. ها؟ ومن هناك ينزلون يمكن؟ شلون نروح لهم؟ خلينا نروح، يلا خلينا نروح، خلونا نروح من خلف المول، خلونا نروح يعني بحسب ما يعني يذكرون الناس، يقولون اكو قاعد عملية انقاذ. خلينا نروح نشوف هناك، خلونا نروح يا ولد. اكو قاعد ينزلون شيء من هناك، نزلوا 4 منين نقدر نصورها؟
طبعا بث مباشر. نروح من هناك، خلينا نروح ما اقدر افوت عمو، ماشي فوقه، بس دير بالك دير. هاي الناس كلها متجمهره، تشوفون كل الناس هاي كلها الكوت كلها التمت، وكلها متعاطفه ويا الناس، كلها متعاطفه وكلها مترقبه، وكلها انا متاكد تتمنى هسه تقدم اي نوع من المساعده. هذه احنا هسه خلف البنايه، لسه كنت ازوم عمو، هسه شو ماكو زوم. دا تشوفون لسه عمو مكان زوم كنت اقربها بيد، شلون اقول ماكو زوم. طبعا هسه رجع البث جاي يتقطع. دا تشوفون اكو بعض الاضويه، لو اكو ضوء واحد يضوي لنا من ذول اللايتات. دا تشوفون هذه اكو سكله ووصلوا لها هسه رافعه، ويعني انا ماشي يقولون نزلوا بعض الناس موجودين منها. من هذه الصفحه اللي هي واجهه المول تم اطفاء الطوابق تقريبا. هاي نعادي البث بس الزم لي اياها هيك. هلا عمو هلا تعال صورك يعني؟ هذا هم يمك دير بالك. مثل ما تشوفون اكو هنا اخوان، رجاء اللي يشوف البث الله يخليكم، رحمه الله على والديكم، اللي يشوف البث لا يتصل رجاء فدوه، لان قاعد اشتغل بث مباشر، الناس تنتظر النتيجه، الناس هواي اتصلوا بي من كل الكوب من كل واسط، وحتى من خارج المحافظه يريد يطمئنون. اكو عوائل مفجوعه قاعده ببيوتها تريد تشوف، لازم نراويهم. ابشركم ان شاء الله طفوا النار بشكل 90%، موجودين. تشوفين هاي الرافعات، تشوفون الرافعات حتى الماي تقربوا، يمكن راح يتقربون اكثر. وهاي هنا اكو سكله قديمه ومدوا لها سلالم بانتظار ان ينزلوهم، وما نعرف بعد يم الله ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الجميع. خلينا نروح غادي، نرجع غادي. لا غادي احسن. لا هسه هناك شلون نزلوا الناس؟ شوف هذيك المره فوق وينها؟ وينها؟ اكو مريه فوق؟ ما اشوفها. انا ذي الساعه كنت ازوم بي، هسه شو ما يزوم على موبايلي؟ ماكو. تراكو واحد من القاصات يمكن فتح. لان طلع الان خضراء. هاي ما ذي الساعه عمو كنت ازوم، هسه ماكو. تقريبا طفت. هذا نص الصبح ما ينزل. انت زي ما نزلت ابو الرافعه ما يقدر يوصل، وحتى لو وصلت الرافعه شلون يتم نقلهم؟ يعني انا صعد بس رافعه يراد لها فد محمل خاطر تخلي به الناس، ما نقدر يعني. يا علي يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء. يعني بصراحة واحد يقولها والحدث صار، ما نريد نخوض بيه شلون وليش، ولكن بصراحة يعني نشوف جهود فوق الاستثنائية من قبل فرق الدفاع المدني. يعني وشوف حتى بعض الاهالي، يعني هسه هذا ابو رافعه يقال جاي من النعمانية، يعني الناس ما قصروا وما اعرف هسه هذه منين اجت، يعني حتى شكلها غريب. يعني هذه اهليه، هذه اهلي، يعني هاي شنو شغلها؟ هاي الرافعه الاهليه طبعا. باعوا لهذا بالرافعه، قالوا هذا بالرافعه من النعمانيه، ما ادري منين اجى شالته الغيره، اجى هو والرافعه مالته. يعني المهم اجى خلاله لمسه انسانيه بهذا المكان. يبقى املنا بالله سبحانه وتعالى
وينه؟ هذا عقرب ابو خباطه. هذا عقرب يسمونه ما اعرف شنو هاي العقرب ابو خباطه. خباطه اي خباطه اهليه. اهليه. صعد هذا ليش الولد هنا؟ شلون رايح؟ هذا دفاع مدني. اها معلق فوق ينزل بالناس. هاي اصلا ما يصير واحد ينزل بيها، بس ضروره للماكو مع يعني هذه يسموها عقرب مال خباطه اهليه. مو مال ينزلون بيها. بوم هذا بوم بم مال خباطه. همينه قدر واحد من خلال ابو الدفاع المدني لو تشوفوه غادي، انا ما جاي اشوفه جاي ينزل قاعد ينزل بيها ناس. نروح غادي خلينا نشوف شنو الموضوع بعد. هو حتى الدرج مو مال اطفاء إيه. هذا طلعوه من البيوت. هذا الدرج جاي ينزلون بيه من يلا فوق. تعالي زين. تعال صير قدامه ماشي. خلينا نرجع لنفس المكان بعد ما طفت النيران يضوينا ضوينا. طبعا هسه تقريبا طفت النيران ولله الحمد. نريد نشوف فرق شلون هو، حتى اللي يريد يطلعوه لازم يطلعوه منه. طبعا هذه سهم. يلا زين شوي. هاي فرق الدفاع المدني. طبعا كل ساعه تجي هاي. طبعا ما جاي يلحقون فرق الاطفاء، الله يبارك لهم ذولا الابطال، كل شكر وتقدير لهم. كل ساعه يجون بحوضيات مال مياه رغوه، الله يبارك لهم ان شاء الله. يعني لهم جهود. انا استغرب على بعض الناس هسه، يعني هذا الجهد الاستثنائي اللي يبذلوه الدفاع المدني، واكو ناس تعترض عليه تقول لك شو مسوي؟ فما ادري شو تقول. ما راضين اكو بيهم، ما راضين. شو يسوي ابو الدفاع المدني؟ بالمناسبه انا ما عندي احد بالدفاع المدني، بس شو يسوي ابو الدفاع المدني بعد كل اللي سواه؟ حريق وطال 4 طوابق، شو يريد يسوون الناس؟ هاي بدال ما تقولون كلمه طيبه لهم. عمره سيدي. هذه رجعنا لنفس مكاننا. وناس سبحان الله ما يعجبها العجل وعموا بها مجال اجي اصير هنا. يا امير يا امير. تشوفون النيران تقريبا طفت ولله الحمد، بس ما نعرف الناس اللي جوا شلون. اكو بالطابق الرابع بعد اكو نار طبعا شويه، يعني مو هوايه. بس مو بالقوه اللي كانت موجوده. اي يمكن هو النيران هي يمكن جوا صايره مو بالبدايه. شوف هاي الناس جابت ماي، انطت للقوات الامنيه، جابت ماي. ده واحد ده يوزع. النيران بعد بالطابق الرابع اللي جو، يعني يمكن بنص الطابق الرابع وبالنهايه ربما. وهم هسه يمكن فرق الدفاع المدني قبل شويه شفنا يمكن هاي السياره الحوضيه اللي تحمل الرغوه. هاي السياره الحوضيه يتم لها ربطها بهذه السياره ومن ثم استخدامها، بس ما اعرف شنو سبب توقف الجماعه. يمكن دا يطبون جوا او طبوا جوا. دا نشوف ذولاك هناك. هاي العماره من الخلف لو نشوفها اكو هناك يسموها هاي مال رافعه ما يسموها عقرب يسموها. فقدروا اهل الدفاع المدني يستفادون منها وصعدوا واحد على سكله وبداوا ينقذون بعض الاشخاص الشباب. هسه منتظرين، الكل مترقبه. النيران تقريبا طفت باستثناء الطابق الثالث والرابع جوا، يعني امير رادله يمكن اطفى وما نعرف شنو النتيجه. الكل ذا يباوع، الكل ذا يباوع والكل ذا يترقب. دير بالك. طبعا هذول الشباب دا يشمروا له خطيه ماي. دا الولد دا يشمروا له ماي لين قتله العطش.
يلا طيق طيق فدوه ما مقصد. الناس بحالة ترقب، ما اعرف صعدوا الدفاع المدني جوا، ما اعرف. موجودين؟ انا ما اشوف الولد يقولوا لي فرق الدفاع المدني صعدوا للطابق الاول ولله الحمد، فرق الانقاذ يمكن لو يشوفون الاضويه مالتهم دي ما اعرف شنو بالطابق الاول، لو يشوفون الضوء هذه يعني. عايده عليه برنامج. تشوفون هذا الطابق الارضي الاول اكو ضوء فرق الدفاع المدني اذا تشعله ما اعرف، شعلوا هناك ضوء الفرق هم القاده هناك اللي قاعد عندنا وننتظر نترقب. على ما اعتقد بدأوا فرق الاطفاء يدخلون للمول، محاوله منهم لكشف ما موجود جوا وانقاذ. يمكن هنا دا يكسرون، يمكن اكو هذا اي قاعد يكسر، يمكن خاطر يسوي منفذ. هذا دا يكسر مو على مود يسوي منفذ، دا يكسر هذا من هنا على مود يسوي منفذ يمكن منه. يعني انا بصراحه قبل شويه وانا فايت احد الاخوه اثنين ثلاثه من مدحت واحد بالدفاع المدني باوع، ما عاجبه الكلام اللي يقوله. يعني شو يريد يسوي ابو الدفاع المدني؟ شو يريد يسوي؟ يعني هاي بدال ما تقول له كلمه طيبه، يعني هسه قبل شويه واحد صعد 40 متر، بدال ما نقول له كلمه طيبه واجبه واجبه، بس يصير امام عمل استثنائي. يعني شنو اللي يخلي انسان يقدر ما يطب جوه، ما يقدر ما يسوي كذا؟ كلمه طيبه قولوا للناس، خلي نشجعهم. والله يعني هسه انت ليش انت تكون فد شيء شاذ عن البقيه؟ سائل الناس اللي واقفه الشباب، والله العظيم هسه انا متاكد لو يسمحوا لهم كلهم يطبون جوا، لين الغيره تاخذهم. وانت تتباوع على ابو دفاع مدني تقول والله شنو، يعني قلت له بارك الله بيك، هذا ما يصير. ان شاء الله على قولة الاخ القريشي بردا والسلام ان شاء الله يا فاطمة الزهراء. يعني اعتقد هسه هذا الضوء اللي يوجهه الولد عاشت ايده، يمكن فرق الدفاع المدني صعدوا هنا دا يكسرون، ربما يسوي لهم منفذ منا ما اعرف شنو. هذا دا يتحرك ما اعرف. لا زالت النيران بالطابق الرابع، يمكن اللي جوه. هذا بالطابق الثاني اكو احد همينه لو بس بالاول؟ بس بالاول. بالطابق السطح. لا الناس الدفاع بس بالاول. لا هو قصدك الخامس الطابق السطح غير؟ هذا الوسط بالمصعد يقول ما يقدر يصعد. يعني محصورين هنا؟ اي محصورين بالمصعد هسه عايد. يعني عادي خابرهم يتواصل وياهم. هسه هذا شاهد عيان، احد الاخوه استمع الى احد الاشخاص متصل بعائلته بالطابق الثاني محصورين بالمصعد، بس ان شاء الله احياء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم. زيون اريد ماي بطل. طبعا انا طشت جدا، طشت من والله العظيم حتى علاجي ما اخذته، لان وايد واصله وياي يعني بكل اقضيه ونواحي الكوت. قالوا لي رجاء سيد منير اتمنى توصل اللي غادي انت وتنقل لنا الحقيقه، لان الاخبار اذتنا. راح نروح ابوه خدمتك. الله يرحم والديك. جارتك لين حضر؟ جقاره حضر يعني يصير بيها؟ لا ما اذا تيك توك انحضر. نشوف شوف ذيك الاضويه هناك. طبعا مكان سكله، هي سكله موجوده اساسا. بعض الشباب قدروا يوصلون لها
اللي محاصرين دا اقصد ونزلوا. هنا فرق الدفاع المدني وصلت لهاي السكله من خلال هاي شو يسموها العقرب مال الخبط، شو يسموها؟ البام مال الخبط. فهذا البام قدروا اهل جماعه الدفاع المدني يصعدون من خلالها لهاي السكله، ويساعدون بعض الناس الشباب بالتحديد يساعدون بالنزول. هسه الكل احنا بحاله ترقب، الكل دا يباوع وينتظر شنو الوضع ووين وصل الامر. وين راح وين علاء؟ اخوان الله يخليكم لا حد يتواصل وياي. اخوان الله يخليكم لا حد يتصل بي، لان من تتصل بي تقطع البث والناس تريد تباوع، دا تنتظر النتيجه، فلاك الساعه فدوه الله يخليك. اخوي العزيز ابو الحل على راسي انت. يا امير المؤمنين، اللهم بحق امير المؤمنين، اللهم بحق الزهراء، اللهم بحق مصاب ابو عبد الله، اللهم بحق ابو الفضل نجيهم ورجعهم لعوائلهم سالمين غانمين. اللهم احفظ كل شخص قاعد يعمل حاليا لانقاذهم، يعني الدفاع المدني، الاجهزه الامنيه، بعض الشباب المتطوعين همينه. اسال الله ان يحفظ الجميع يا رب، يا رب احفظهم بحفظك يا رب العالمين. يعني تقريبا هسه الطابق الاول الثاني الثالث طفى، بقى عندنا بس الرابع الاخير. فرق الدفاع المدني مثل ما هذه الساعه شفناهم بالطابق الاول، وشفنا كنا يمكن احنا هنا جوا احد الاخوه يحاول يكسر مكان، ربما كان يريد منفذ. هسه احنا حاله ترقب، نريد نعرف شنو الموضوع. يا امير المؤمنين شوف نعم يا امير المؤمنين. هسه نحاول نجي هنا، أنا ما اعرف يسمحون لنا او لا، ما اعرف بعد، ننتظر ونشوف. طبعا هذا المدخل، هذا المدخل وهذا الماء، هذا المدخل اخوان، نشوف المدخل وهذا المدخل، هذا مدخل المول اخوان. هذه النيران طفت ولله الحمد، نسال الله سبحانه وتعالى بحق الزهراء ينجيهم وينجي كل انسان فوق، ان شاء الله يرجعهم الى عوائلهم سالمين. هاي القوات الامنيه وفرق الدفاع المدني طبعا طبوا اللي جوا، انا ما فرق الدفاع طبوا اللي جوا. طبعا هاي اقرب نقطه بعد وصلنا لها اللي هنا، وهذه النيران وهذه السيارات، وابطالنا دخلوا اللي جوا. هاي فرق، هذا الباب مالت المول بعد، هذا الباب مالت المول، الشباب صعدوا هنا. طبعا ذيك من مدخل، لو نشوف الولد ذولاك ابطال الدفاع المدني. طبعا ذول الابطال هسه دخلوا جوا، بس شوف ذول الابطال كلهم داخلين اللي جوا، كلهم داخلين اللي جوا. اخويا ولا وسوي زحمه عليك، ايش قد طبوا اللي جوا؟ يعني انتم من الدفاع المدني اغلبيتكم طبوا اللي جوا؟ لا نقدتوا احد؟ المسافه مكان ضيق، طلعتوا احد؟ هيجوا ينزلون. منين تنزلون؟ من اللي ورا، من بيت اللي ورا؟ اللي ورا نعم. يا الله يا امير. 3 نسوان. واي اكثر من 3 نسوان، بس ما هواي محصورين فوق. زين نزلوا هواي نزلوا هواي بس 5. ايش قد؟ نزلوا 11 بقوا بس 5. نزلوا 11 بقوا بس 5. هذا هاي الحاله، هاي المره هاي نزلوها، هاي المره يطلعوها من الجواري نزلوها، هذه المره نزلوها لو تشوفون، طبعا من خلال الجواري. يا امير المؤمنين هاي فرقنا الدفاع المدني. هذا البيت اللي هو مجاور للمول بدأوا ينزلون من يومهم من خلال الرافعات. يا امير المؤمنين
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. طبعا هذا البيت هسه قبل شوية طلعوا من عنده. يمكن قبل شوية شفنا هذا البيت تم إخراج مرة، يمكن هذه حالة لا يمكن. ما نعرف شنو الموضوع. عايش ايدك عمو حبيبي. الله يجازيهم هاي البيت. هذا البيت طبعا مصفي المول هذا، ومن سطحهم اللي هنا هو السطح، ومن هناك اكو رافعات بدأوا ينزلوهم. هذه البنية طلعوها يا امير المؤمنين. هذا طلع سالم، هذا الولد طلع، وهاي البنية طلع سالمة. سووا لهم ذولا، طلعوهم سالمين غانمين، طلعوهم سالمين غانمين ذولا. يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين. يمكن شفتوا هسه طلعنا همين 2 طلعوا. يا امير المؤمنين. وابوها نزله وبغت بس البنيه الكبيره. نزله ابوها اسمه عمو. اي نزلت. سولف. من اللي نزل عمو؟ نزلت حج باوع بس بغت بس البنيه. وينها الكبيره؟ طبعا هذا البيت ساعدنا. صح الله يحفظك. يعني شوف الفرق اللي غادي بدأت تنزل من خلال الرافعة، تنزل على هذا البيت، وقاعد يطلعون منها. قبل شوية طلعت ولد وبنية، بقت امهم او اختهم ما ادري اللي جوا. هذول الابطال اللي بالسطح هسه احنا ما ندري. يلا منا نزل واحد منا. شوف ارجع. ارجع يلا يا وليد لا تسوون الموضوع. رجعونا مر عليكم يلا خل. رجعونا لا ورا عليكم شباب، رجعونا فلا مر عليكم يلا. يلا اخوي رحمه الوالديكم. يا عبيد يا امير المؤمنين، احنا هسه بانتظار اخراج. والله عمي ذولا فرق الدفاع المدني، والله تكريمهم قليل، والله اعطائهم قليل، والله بذلوا جهد استثنائي فرق الدفاع المدني، والله يبارك لهم، الله يبارك لهم ان شاء الله. يستحقون كل تقدير وثناء والله العظيم. يعني نتمنى من كل انسان شريف الجهود اللي بذلوها واللي شفتهم، يعني الاجهزه الامنيه، يعني وخاصه الدفاع المدني، والله جهود. طبعا هذا البيت انا هسه واقف يمه. هذا البيت طبعا هو مجاور للمول، قاعد ينزلون من عند الناس، وقاعد يطلعون به اللي قاعد ننقذهم. قبل شويه شفنا حاله البنيه ولا تم انقاذهم، بقت اختهم، بس ان شاء الله ينزلون بحق الزهراء، ينزلون ان شاء الله ان شاء الله. طبعا اكو حالة شد جدا قوية. هاي شوف هذا اللي دا نقوله. هذول الابطال، هاي ما اعرف شو جتنا، انا لحد الان ما ادري. شوف الهمة باع الغيرة، هاي قاعد يشلعون بالشجرة على مود تفوت يمكن الرافعة، ما اعرف شنو هاي الرافعة. يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين.
قدم طلعوا من هناك يعني هذا البيت تقريبا طلعوا 5 نسوان منه من خلال السطح. طبعا انا هسه الماء ينقط علي وتم اخراج. فرق الدفاع حبيبي ما يطفي لك نار عندك اخوك فوق شلون انت فوق عمي نار توقع عليك اصابه تلفان اصابه تلفان اعصابه تلفان اعصابه خطير. يلا هاي هو على مودك على ارجع عني طبعا هسه عندنا الطابق الثالث. عنده واحد يلا الله يبارك الله يبارك الله يسامحك الله يسامحك ماكو شيء ان شاء الله. طبعا هنا طبعا هنا اكو واحد الاخوان عبروا لغاد طبعا هاي عليكم سلامتكم هاي ان شاء الله بس عبروا لغاد هاي رشه مي يعني بصراحه هي حق القوات. حجي منير الله يخليك، حجي منير اذا تسمعني وشوف البث الله يخليك ان شاء الله. يعني انا عندي بث رجاء حجي منير، اذا حجي منير الزهيري اذا واحد يقدر يتواصل وياه، يجوز ما يعرف عندي بث يتواصل وياه يقول له بس خلنا نكمل البث الله يخليك، لان باتصاله قاعد ينقطع البث. طبعا هذا البيت هاي انقاذ، هاي تم انقاذها منين؟ هاي الاخ تم انقاذها ولله الحمد، هاي البنيه تم انقاذها ولله الحمد، هاي تم انقاذها هاي بنيه. ما اعرف شنو اللي جوه. طبعا هذا البيت هو اللي هو تشوفون هذا هاي يطفون ويراعون ان شاء الله. وهذا البيت وهسه تم اخراج. يمكن انا اللي شحت اجوا طلعوا 4 شباب، بنات 2 وولد 2 اللي انا يجي شفتهم، بس بعد ما ناوي. الشباب اللي طلعوا بهم واحد لابس نيلي ما اعرف ما شفته ظلمون. طبعا الاجواء كلش متوتره. هاي مدخل البنايه وهذا البيت، هذا البيت اللي تم اخراج منه. طلعوا 3 بنات 2. تعيقهم لا بنات بس بنات طلعوهم منا. هو قاعد ينزل يمكن بعد شوي عندنا نيران بالطابق الثالث تقريبا. هذه ما اعرف.
شوف باع يا ولد، شوفوا الدفاع المدني عند المكان يصيروا ذول الشرطه، بنات 2 وولد 2 شباب طلعوهم، وبقين بس الكبار نساء فوق. يعني خطيه ذولا دا يسيلون عوائل مفجوعه، لا تسال عن عوائلهم على اسمها. احنا واقفين هنا ليش؟ يعني لا زال العمل بالاطفاء، لا زال العمل جاري بعملية الاطفاء. عندنا خليل يعني ما عندنا شيء خوف، يعني من عنده ما عندنا شيء خوف. ما عندنا شيء خوف. طبعا هناك ذاك المكان اللي هو ظهر المول قاعد ينزلوهم على السطح، يعني ينزلوهم على السطح قاعد، شوف هذه ينزلوهم على السطح ويطلعون منها. قبل شوية تم انقاذ 4 وقاعد يطفون. اي طبعا اكو اشخاص فوق وخاصة النساء يقولون، بس لله الحمد يعني الطابق الفوق ماكو بيه شيء، يعني السطح بحسب هسه ما نقلولي وانا اشوف ماكو كل شيء بيه، يعني الناس اللي بيه وقاعد يحاولون ينزلون من عنده ناس من الخلف. اكو سكله قديمه مالت المول هي دا يشتغلون، قدروا يجيبون هاي الخباطه، الراس مال الخباطه هاي شو يسموها، ابطال الدفاع المدني قدروا يوصلون وبداوا ينزلون على السطح هذا، يتلقوهم همين اكو خلوا درج ونزلوا مجموعه، بقوا نساء فوق كبار بالعمر. المدخل مثل ما تشوفوه هسه ماكو شيء بيه، الطابق الفوقه ماكو شيء، الثالث يعني شويه، الرابع كامل يعني نيران بسيطه، بس هم كلهم بالطابق الفوق، ويقال بان هنالك اناس محاصرين. يعني هذه بعض الاشخاص لا مو يمك، لا بعض الاشخاص اللي يتابعونها يشوفونها لهم خطيه تعبان يعني. هذا خطيه دا ينتظر عائلته، دا يبكي يعني، يقول هاي جو نساء، يعني الله يجازيه خير صاحب هذا البيت. والله اني طلعوا شباب 6 الناس، طلعوا شباب 2 انا اللي شفتهم او 3 وبنات شابات. ليش البنات؟ لين قدروا ينزلوهم من هذا السلم، بس الكبار فوق بس مأمن، يعني ماكو نار فوق، ماكو نار، يعني هم بقاهم فوق بامان يعني. وهسه لو مثل ما تشوفون قاعد يطفون النار اللي موجوده بالطابق الثالث قليله كلش. هذا المدخل مال المول، الطابق الفوقي كله زين، عندنا بس الثالث والرابع طافي تقريبا، انا هسه مو بالزاويه، اما السطح مؤمن اللي متواجدين به الناس. هذا البيت قاعد يعني ينزلون منه الناس المحاصره، هاي الناس اللي تجي تسال عن عوائلهم. ان شاء الله قولي يا الله، انت عندك احد فوق حجيه؟ بنتي وبناتها ورايدينها فوق. ايش خابروكم؟ خابرتوهم؟ لا فوق يعني ما يمهم نار؟ فوق البنايه كلها ضوء يا ولد، ضوء. حجيه خابرتي هسه؟ قالوا لك نار ماكو؟ حجيه فوق بعدهم؟ خابرتوهم ما يمهم شيء؟ يا الله قولوا يا الله. تعال منا الدنيا، ها قاعد خابر ضوي لي، قاعد تخابر اللي فوق للطابق، وهذا ضوي لا المرأة قاعدة تخابر للطابق الرابع بأمان، لا تخافون ماكو شيء اللي عنده فوق. هاي المنية هسه قاعدة تخابر.
ايش فيه؟ هاي وحده من البنات راح المستشفى بنت صغيره. دايما جاي ينزلون الناس عند درجة الطوارئ. ها؟ منها ما في نار بس منها كلها محترقة. في نار. اشتعلة جاي طلعوا بنية شابة منها جنطة حمراء. اكو ناس منها بس منها طافية هاي السقف. فوق السطح النار فوق. النار فوقهم ومين اكو نار بالسطح. بعد لا قال اكو نار. زين هاي البنيه اذا تخابر فوق المن تخابر. عيني هاي الصفحة ما بيها نار. هاي منها. درجة طوارئ. ايه. هيك الصفحة بيها نار جاي مشتعلة جاي يطفون بس بيها. بس الناس كلهم هنا. منها الناس محصولين بس بالزاوية ماكو نار. ها بس بهاي. بس هاي الزاوية ما بيها نار. اها يعني هسه اخويا بشريني. ها اختك ورجل زين خابرتيها يعني اكو ناس فوق غيرها؟ ما يجاوبون. لا هسه خابرتيها انت. ها هنا فوق تقدرين تخابرين؟ تقدرين تخابرين خويا لان الناس نريد نخليهم اقول لك ممنون. هذول شو ينزلهم الصوت؟ لا من تطفى ذني حجيه ينزلون. هسه قاعد نخابر هاي البنيه اذا تخابر عندها ناس فوق. طبعا يقولون هذه هنا من هاي الصفحه كلهم جايين الناس من هاي، اما هذيك الصفحه هي المحترقه ومنها بدأوا ينزلون. يا امير المؤمنين دا يسألون على اسماء. حجي ها اخويا بشري فتح خط عليه ان شاء الله بحق امير المؤمنين ماكو شيء، بحق فاطمه الزهراء ماكو شيء. طبعا حقهم نوبات ما يجاوبون. من اللي طلع عندك انت هسه حجيه؟ بس بنتي ورجل. من اللي طلع؟ من اللي طلع؟ البنات اثنين صار وحده بالمستشفى وحده راح البيت. ها يعني طلعوا وحده بالمستشفى طلعت؟ اي وحده بالبيت. ومن اللي ظل؟ امهم وابوهم. يا امير المؤمنين ان شاء الله يجي. هم شويه رجلها سوفان وما تقدر ركبتها. ان شاء الله قول يا الله. طبعا هنا عائله النقذوا اثنين، البنات النقذوا وبقت الاب والام باعتبارهم كبار بالعمر. هذه الطابق نمشي احنا فوق ونطافي حجيه. هاي النار بعد. لا هذه نار بسيط طبعا. ماشي ينزلهم فوق يعني. اذا طفوا منا ينزلون منا اكو درج منا دا ينزلون. نفس ذن رافعات ينزلوهم على الدرج. قاعد ينزلون. ينزلوهم على الدرج منا على السطح ويطلعون منه. طلعوا اكو بيهم اختنقوا شباب طلعوهم من المستشفى. حميد وين راح؟ اكو بيهم مشيتين. ها؟ ميتين اكو بيهم مشيتين وماتوا. شيتوا اكو بيهم؟ ودوهم المستشفى. ماتوا؟ اكو بيهم شيتوا شباب. راسه على نقل. شيتوا من فوق للدار. هذا يمكن كبار عمال. عمال ثلاثة؟ يعني هسه يمكن انت شفتهم بعينك؟ يعني هسه احد الشهود العيان يقول اثناء الحريق اول ما صار اكو عمال ثلاثة رموا نفسهم من فوق وتوفوا الله يرحمهم بداية الحريق. قبل لا تقوم. يعني قبل لا تقب يقول. هسه احنا ننتظر كلها تبين ان شاء الله. والله اخويا على بخصوص الهليكوبتر يعني حسب ما فهمت تواصل المحافظ ويا قيادة القوى الجوية وما ماكو استجابة، لان النيران اذا فوق مكان صعب. طبعا فرق الدفاع المدني هسه بدأوا يطبون الولد، بدأوا يطبون. عندنا شوية نار بالطابق الثالث قليلة يعني مو ذات أهمية يعني. فقاعد يطفون بيها، بدأوا يطفون همين من جديد. وينهم؟ طبعا هناك اكو طيارة تصورهم. وينهم؟ من الفوق؟ هذول قاعد ينزلون بالعالم. ذول الشباب قاعد ينزلون بالعالم من فوق. وهذيك درون. دخلوا درون يسوون بالداخل يشوفون اكو ولا لا؟ صعدوا درون، هذيك طيارة درون. من عند الزهراء محمد.
طبعا هنا الناس اللي بالسطح دا يتواصلون ويا الفوق عن الاسماء. ذيك الدرون لو تشوفوها اللون الاحمر دا تصور الوضع فوق، تصورهم من باب تصورهم لا اكثر. والله الغيرة اللي شفتها عده للدفاع المدني والله العظيم، يعني انا شاهد عيان، والله غيرة ما توصف، والله غيرة ما توصف. ارجع يا ولد يا ولد. قسم من الدفاع المدني دخلوا وجوا. يعني الاتصال ده يبطأ بالانترنت. عباس امير، عباس امير. ايه طبعا هنا دا يصيحون باسماء الناس، وذول على السطح يتواصلون وين اللي محاصرين بالاسماء، يقول لهم ويقولوا لهم عدلين كذا ما يهمهم شيء. انت اذا عندك اسم، اذا عندك اسم صيح علي يقول له سعيد مصطفى حيدر، يقول لك وين من يا ولد ماكو من فوق ماكو. مصطفى حيدر، مصطفى حيدر موجود. ها فوت مصطفى حيدر، مصطفى حيدر عليك بس شوي شوي. مصطفى حيدر، مصطفى حيدر. منير قمر، منير قمر، منير قمر كرم. اي منير قمر كرم. قمر كرم. مصطفى حيدر. ها موجود يا ولد، موجود مصطفى حيدر. احمد حجي منا ما تفتهم شيء، تفتهم منك جاي ينزلون بيهم من ورا. ماكو هسه نزلت، هي هسه نزلت ما طحت لازم هذا البيت هوسه صار. نزلوا شنو بنات ولد؟ بس نزلوا 3 بنات و2 ولد شباب. ما عرفت اسماء انا، فاتوا منا صورتهم. بنات 2 يمكن 2 خوان، 2 هو واخته. اي هو واخته. اي وراهم طلعوهم. ام البنيه تحكي عليهم الحجاب الابيض. لا بنات صغار. نزلوا بنات. لا لا هاي خطية احد الموجودات. هذا ابوها. هذه شنو فوق هذه؟ 5 نفر. شلون انت عند عائلتك هاي؟ شنو الاخبار عنهم؟ صدقوا ما جاوبوا. لا ما تواصلوا وياك؟ ما يدقوا، تدق عليهم ما يجاوبوا، ما يجاوبوا. زين تواصلت ويا ذول الولد هنا؟ لان ذول كبار البنات اللي طلعوا. لا صغار. لا يمكن ان اخر شيء خلونا سلمون من وين طفت. النار طفت الحمد لله. هاي الناس ذا الصيف. قول باسمك ايش عندك، قل له. السلام عليكم. قل له ايش عندك انت اسم يا ولد. ولد اللي اكل نسوان فوق ورا ورجال. هو قاعد يزور بيهم. قل ما رخص لك، قل انا ورجال فوق. اسم من؟ افراح وصلع. يا ولد شو اسمه؟ افراح شنو؟ افراح موحان وصلع. افراح علي ولد، زينب علي ولد. افراح شنو؟ افراح موحان
يا ولد افراح موحان، افراح موحان، افراح موحان، افراح موحان، افراح 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 موحان، افراح موحان، افراح موحان، افراح افراح افراح. منتظرين يم الباب. هسه قسم يريد يصعدون فوق وقسم ينتظرون من اللي يطلع. هذول خطية العوائل ينتظرون ولدهم. زينب حيدر، زينب حيدر، زينب حيدر. هسه خطية يمكن هذا ابوها كان يدور عليها زينب. وين؟ يعني طلعوها سالمة. يا الله هاي زينب حيدر بنية طفلة الله سبحانه وتعالى نجاها. كان ابوها واقف يمي يمكن اللي شفت صورتها الله نجاها. ليث نصير يا ولد صح عليه، قل له ليث نصير يا ولد، ليث نصير يا ولد، ليث نصير خطية اهله دا يسألوني عليه بابا. يا ولد ليث نصير، ليث نصير، ليث نصير قاعد اصيح له. ليث نصير يا ولد، يا ولد ليث نصير، ليث نصير، ليث نصير. بس دقيقة بقى نسوان. اسمر الرجال. شو اسمه شو اسمه هذا الفوق؟ شو اسمه؟ طبعا احتمال الله. ليث نصير ماكو اسمه بس احتمال نقذوه بالبداية. انا ما ادري نقذوه يجوز بالبداية هواي نزلوا. مرة خاصة بس ملاحظة نقلوهم بالبداية يصيحون اسمه ما يلقونه ياخذونه للمستشفى. تقدرين خويا تروحين للمستشفى. روحي اختناق اكو كبير اكو شويه حرق. يصيحون اسمه كم مره ما موجودين هنا تجي الاسعاف تاخذه للمستشفى قبل. خويا انت شو اسمها هي؟ اخوانة الرحمه. ليث نصير بقوا بس اثنين فوق مرة ورجال. اعتقد هو ليث بقى فوق ما نعرف هسه شويه وراح ينزلون. هسه الولد شويه صوتهم عالي راح يصيحون الولد عليه هسه بس يطلع. واذا ماكو ذولا تلقيه يجوز بالمستشفى. ليث نصير ما اعرف اسمه. طبعا هسه انا احاول يعني اروح نحاول بعد شويه احاول اروح للمستشفى. يا ولد يا ولد قل له شو اسمه الموجود. ليث نصير موجود هنا. ماكو. من اللي بقى شو اسمه؟ ليث نصير. ليث اشر لنا من الموجود هسه. قل له من الموجود شو اسمه؟ من الموجود هنا؟ جاي خابر هواي. هاي الناس قاعد تدز اسماء. شكو غير ليث. ماكو وفيات لحد الان ماكو وفيات. الزم لي خويا ايدي راحت. حسن عقيل. طلعوا من طلعوا واحد راح يطلعون. شوف الاسماء وجاوبهم فدوى. انا قلت ما اشوف. ماكو وفيات. بصوت عالي بصوت عالي. طبعا هذا السطح هاي البنايه هي قاعد ينزلون منها اشرويه صبعي. جاي ينزلون من هنا بهذا الطرف من هنا ينزلون اكو درج بالخليف ينزلون ويذبون هنا بهذا السطح عندنا على البيت وجاي ينزلون من هنا. وهاي البنايه طفت هسه. البنايه كلها طفت الحمد لله طبعا والشكر. بالمناسبه البنايه النص اللي منك هي اللي بيها نار هاي ما بيها. يعني هسه احنا كنا شهود. هذا يمكن هنا بعد.
هذا رقبته السحالين. هذا رقبته. ابو علي. هاي الناس اللي تنتظر هنا على يسألون على اسماء ولدهم اللي هسه باستطاعة ان ناخذوهم. يا امير المؤمنين صار لي ساعتين انا اجي راح. الله يسعدك. ناس تتواصل الى يوم ما بجوع. جابوا درج راح يسحبون ورا الباب. مين هذا قاعد يسحبون ورا الباب لان الناس اكو اسماء اكو اسماء اكو اسماء يمك. يا ولد يا ولد خطا واحد يا ولد يا ولد خطا واحد جايش يا ولد يا ولد ماكو واحد مصطفى. يقولون ماكو واحد ميت ان شاء الله اللي بالصفر. ماكو واحد ميت. ماكو ولا واحد ميت الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. بقية جاي ينزلون الحمد لله كلهم ما بيهم. بالمناسبة هم كلهم كل اللي الموجودين بالمال صعدوا اللي فوق. فان شاء الله تقريبا الكل عدلين. وهسه طفى هذا الطابق كان طفى المول كله. فقط عملية الانقاذ تصير من ورا ينزلون على ذول الجوارين هسه خلوا ذول يطلعون منها واحنا بانتظار. فان شاء الله لا تقلقون شوي ذول. ان شاء الله لا تقلقون ماكو شيء. ان شاء الله ببركة الحسين وشهر الحسين وشهر ابو الفضل لا تقلقون ان شاء الله. كل اللي موجودين هنا هسه ان شاء الله راح يتم انزالهم من خلال درج. المول كله طفل. حسن عقيل كله موجود شوفي عايش فوق. حسن عقيل موجود. حسن عقيل عدل. ابشركم حسن عقيل يمكن يا عم باوع انت انا ما اشوف. حسن عقيل موجود. هذا الطفل يقول حسن عقيل موجود. صح. وهسه باسمه لا تخافون ان شاء الله ماكو. الحمد لله كلها هسه عايش. ننتظر يعلنون لنا الاسماء وكل ساعه نقول بيهم يعني. والله يبارك للولد انا تعبت. ان شاء الله احنا واقفين هسه هذا البيت ننتظر. كلها عوائل الناس واقفين. اللي عنده اسم خليه يقوله لي وانا ولد الشباب شوي بيهم حيل يصيرون عليه. بس ان شاء الله الكل اطمئنوا. مصطفى حيدر نازل بعدين. مصطفى حيدر. مصطفى حيدر. يصير اختناق ما حد يقدر. هاي حاليا طلع بالتافه. حاليا جاي يصور جاي يصور. هاي طلعناها. يا ساعدوهم الشرطه راح على ناديكم. مشان ما يصيح ما يصير. هاي يا ولد ترى الدفاع المدني مو هم بطرانين معودين. هم ساعدوهم شويه. تعال لي وين هذا صديقي؟ زعلاني؟ يا هم عوائلنا كلها هناك هو هسه بطران هذا البيت من هنا بصف. هسه حاليا راح يطلعون هاي النساء هنا راح تطلع. حسن عقيل عايش. حسن عقيل صوتك عالي. حسن عقيل عايش. منزلينه. حسن عقيل موجود. طلعوه. حسن عقيل موجود الحمد لله عايش الحمد لله. هاي راح يطلعون لنا النساء. جاي يصيحون فوق ساحه. ليث نصير لحد الان ما ادري موجود. ليث نصير هسه بعدهم فوق. اكو هواي فوق هنا بالسطح بعدهم ما منزليهم. مصطفى ليث اعتقد مطلعينه. مصطفى صالح ومرتين. هاي هي. وزوجته بس صالح وزوجته. بقوا فوق. اي البقيه كلهم نزلوهم. بقوا فقط اثنين فوق. فقط صالح وزوجته فقط. بس اثنين فقط صالح وزوجته. صالح كبير. صالح هو يخصمه. حسن عقيل طلعوه. يا ولد ضواف يا ولد. حسن عقيل طلعوه لكن ما ادري وين. اعتقد هم
حجي هسه هذا صالح وشي عودي صالح نسيبه رجل بنتي ومرته وياه ومرته ان شاء الله سالمين هاي بنتي ورجل نزلوهم قبل شويه بعتهم فوق بعتهم. يقول بس لا 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 صالح صالح وهو زوج اللي يسألون الانزال صار من هذا البيت واكو بيت ورا العمارة بانزال هم صار وناس طلعوهم كلهم. طبعا اكثر المصابين اللي اسمه ما طلع ماكو لا تخاف يعني تلقاه بالمستشفى لان اكو قسم نزلوهم منك وودوهم قبل للمستشفى اكو بيهم حاله اختناق اكو بيهم حاله كذا بعد ما نقول لك ماكو اسمه مو يعني ولا سامح الله عليه شيء فهو بالمستشفى فلا تقلق روح قبل للمستشفى خلي لك واحد هنا يم هذا البيت اللي بصف المول يتاكد من الاسماء ودز لك مجموعه اذا عندك احد ودي للمستشفى لان كل الحالات موجوده يدخلون سجلات بالطوارئ ان شاء الله. اخوان المام نزلوه صح واسمه ماكو نقلوه للمستشفى. هسه يقول بس رجال كبير ومرته راح من هنا يطلعوه اما البقيه كلهم نزلوهم من هناك. ابن عمه شو اسمه زيد عباس من هناك جريتهم بالمستشفى دقينا عليه وانطلق الجهاز اول ما هسه يقولون بعد زيد عباس كله شنو راح ينزلون من هنا عند العمارة 9 نفرات. العمارة طفوه راح ينزلون 9 نفرات الآن. قرر تعال قدام اخاف ما يخلي عليك. انا كنت تعال خلينا اطلع ما قعد بعد ما قعد. خلينا اطلع طبعا هسه راح ينزلون منه طبعا راح ينزلون البقيه منها. عمو شوف لي كتابه دير بالك لا يوقع عليك شيء لا رحم الله يهديك وخر. تقريبا طفت العماره بشكل تام وهسه حسب ما وردتني قالوا راح هذه المدخل كل شيء ماكو طفت اطمئنوا ان شاء الله وكلها طفت. هاي كل العماره طفت. هذا البيت اللي كانوا ينزلون من ده اللي من الخلف اللي عنده واحد يروح للمستشفى. من هنا راح ينزلون 9 نفرات. هسه احتمال طفت راح ينزلون من هنا هسه حاليا 9 نفرات. راح يتم انزال 9 ان شاء الله. الحمد لله. زيوني اذا تشوفني تعال لي يم المدخل وجيب لي بطل ماي وياك لين عطشت. اذا تقراني زيون هسه هذول الناس الدفاع المدني طبوا جوا هسه تشوفوهم يطلعون ماخذين راحتهم. بس باعوا وياي ايش مكتوب عم احنا ما نقدر نسال اختي العزيزه واخي العزيز يعني هم اللي يطلعوه يعني بس يريد ينقذوه جماعه الدفاع المدني ما يسيلوه على الاسمه. حتى الان خاف ناشر عن حيسك ووفيات لحد الان كل شيء موجود. اذا سمعتوا ليش سيوني اللي قال لكم وفيات لحد الان ما موجوده ما تم الاعلان عن وفيات لحد الان بس حسب ما قالوا لي اكو 9 راح يتم انزالهم ما اعرف بعد. نشوف فرق الدفاع المدني كان بيزوم ذي الساعه وليش وقف
قد شاحن بيه؟ 28 انا مخلي لا ماكو بعد والله لا ما خلص والله العظيم. شنو رايك بالدفاع المدني؟ بصراحه اسولف لي بس شنو رايك بالدفاع المدني؟ وبالخصوص ذولا اللي العقود الجديده يعني مع احترامات الجميع. استراحه تقول الولد يعني استراحه نكتب على الحكومه المحليه المحافظه يخابرونا يقولون طيران ماكو. ليش؟ طياره وانقل العالم. شنو لنا بهاي العالم هسه؟ يعني هسه الولد انا كل ساعه ينقلوا لي معلومه يعني الدفاع المدني يعني الساعه فتت من يم واحد مدحتهم فواحد يقول شنو كذا طلع تعال شوفهم بعينك. شوفهم بعينك. شنو هذول العقود؟ ثلاث ارباعهم عقود واكو بيهم مدنيين بس دفاع مدني كلهم مجازعتهم والتحقوا اليوم يعني جماعة الدفاع المدني اليوم خطية عندهم مجازين اجوا مدنيين والله العظيم ابلوا بلاء حسن. انا شفت واحد على هاي الرافعة صعد اكثر من 40 متر صعد يعني. والسادة النواب ورئيس مجلس محافظة يجي هنا بس يستوى حضرة جنابه ياخذ بس صور وينحرك ويروح. استوى يلا يجي يعني هسه دا الاحظ اماكو نار يعني المكان بعد يراد له تبريد يعني هم هسه الدفاع المدني اذا يطفي منه بعد الطابق الثالث بعد بينا. اي ما اعرف الطابق الثالث شنو اللي موجود فيه. قالوا عطور ما عطور اعتقد يمكن لا كوفي يمكن كوفي. والله كوفي. ماكو فوق. لا بي. وين الولد؟ وين صديقي؟ ما بي قهوه؟ في لا احمد العماشي صاحبك كان ياكل بالحمله مال مجلس محافظه في المنصه. بعد قضية حجي وائل هنا هو هنا حجي وائل طلعوها والله من يمتى يعني اكيد صح. عائلة حجي وائل يلا خلينا نبشرهم. عائلة حجي وائل طلعت يابا ابشركم عائلة حجي وائل قبل ساعة كلهم طلعوا. حجي وائل العبودي يعني هسه الولد يقول انت شفتهم مو ان شاء الله صاحه ونزلت حالة حجي وائل. وين حجي وائل؟ نزلوا افراد عائلته. لا نزلوهم بس ما نزلوهم. حجي وائل افراد عائلته حسب رواية الاخي يقول نزلوهم. خالص يعني عائلة حجي وائل حسب ما روالي شوي هو عم حبيبي مو هو حسب ما روالي هسه بعض الاشخاص من الباب الخلفية نادوا على عائلة حجي وائل الظاهر نزلوهم من هناك هسه احنا ما متأكدين ان شاء الله احنا شو نقول يعني هسه احنا اللي نزلوهم مو كل الاسماء حاليا هسه طلعوه. طلعوا واحد يا سيد؟ لا طلعوا هسه اللسته مال الاسماء الموجودين بقوا فوق التسعه. وين الاسماء؟ الاسماء بعد ما ادري هسه وينه بس دول نزلوا فقط توضيح مره خسته. طبوا الدفاع المدني راح يجيبون اشخاص التسعه. اعطيني سيد ما جبت نتيجه. ارجع رحمه الوالدك ارجع